الآن نستمع للقاء آخر لبين سبورتس، هذه المرة مع كابتن حسام حسن بعد هذا الفوز. نتابع. الحمد لله الحمد لله. يعني طول عمري وانا بلعب وانا بتدرب نفسي افرح الشعب المصري، لان جمهور في مصر وهنا، وبشكر الناس المصريين اللي هنا. يعني انا كنت زعلان، خايف عليهم، خايف ان هم يروحوا زعلانين، وعارف ان المصريين في الساعه دلوقتي كلهم بره البيت، كلهم بيتفرجوا بره البيوت. الناس كلها طيبه، كلهم، كل الشعب المصري كان عارف انه مثلا قلت اللعيبه الجمهور لازم نفرح، ومصر لازم تفرح، لان الحاله المعنويه للمنتخب للشعب المصري هي الكوره، هو منتخب مصر. فانا بقول لهم مبروك، وبقول لهم ارجو، اتمنى ان يكون عند حسن ظنهم، وبشكر لعيبتي والجهاز وكل الناس اللي تعبت، كل الناس من اول غرفه الملابس لحد الجهاز الفني والطبي والاداري وكل الناس. بس الجمهور ده انا بحبكم وبموت في تراب مصر. يعني انا نفسي كنت اعيش ان انا افرحهم في يوم، والفريق يتطور ويلعب، ما يهابش اي حد، ونحترم الناس كلها، نحترم الفرق، لكن ما نهابش اي حد. فانا بقول لهم مبروك، وبحبكم، وبحب دي حب مصر. استمعنا للكابتن حسام حسن، شاهدنا فرحته، شاهدنا تفاعله مباشرة بعد الفوز. هذه المشاعر أكيد كما ذكر محمد أنها نقلت قبل كأس العالم وأثناء كأس العالم وبين شوطي المباراتين إلى اللاعبين. لا، حتى شخصية حسام حسن موجودة في المنتخب المصري، موجودة. لما تشاهد مباراة بلجيكا الأولى ستشاهد شخصية حسام حسن العاطفي الذي ينقل ما يشعر به للاعبين، وكذلك الجاد والحماس الذي لديه. بس باقي انت تشعر مخرجنا ما تلف هناك، خليك معي. لا انا قلت لك بس لازم اعيد لك اياها المره الجايه. بس بقول لك شيء، المره الجايه محمد ابو تريكه ما يطلع معنا في الاستوديو لان عنده 4 نقاط، ممكن نوديك هناك في مكان عشان ما تلف. محمد كبر علينا العين. لا خلاص، اصلا كويس انه مكمل معنا الاستوديو، المفروض يروح على الكورنيش. فحسام حسن المعروف عليه انه قائد.